السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم غادي نتكلموا على الدورة 18. واخا كثروا الدورات، يعني كل 3 ايام 4 ايام كتلعب دورة نظرا للقرب ديال التاريخ ديال كأس العالم، وازدحام ديال المقابلات. لهذا غادي نتكلموا اليوم بعجلة على هاد الدورة 18. تعادل ديال المغرب فاسي وكذلك ديال الجيش الملكي كان في صالح الرجاء البيضاوي. النادي المكناسي اللي قدرت تفرمل الانتصارات ديال المغرب الفاسي، وانتهت المقابله بصفر لصفر. يعني كان تألق ديال الحراس في هذه الدوره هذه. المغرب فاسي اللي جاو فرص، ولكن النادي المكناسي جاو فرص سانحه للتسجيل، والحارس الكبير الحارس العملاق ديال المغرب فاسي تصدى للعديد من الكرة، وانتهت المقابلة بالتعادل صفر لمثله. كنظن بأن المغرب فاسي يعني خاصهم واحد الديكليك مونطال. هما الاولين في البطوله، وعندهم واحد العزيمه واحد الرغبه باش يديو البطوله ديال هذا الموسم هذا. لهذا يعني ما خصهمش يسبقوا الاحداث، وما خصهمش يكبروا المقابلات في العين ديالهم. خاص يعني كوتشي مونطال بالنسبه للمدرب ديالهم، وكذلك الطاقم التقني واللاعبين كاملين، يعني باش يدخلوا في مقابلات ويلعبوا مقابله بمقابله. نهضة الزمامرة اللي صراحة أبلت البلاء حسن، وانتصرت على الوداد البيضاوي. الوداد البيضاوي وما يقع للوداد البيضاوي، ما كندويش غير على خسارة ديال نادي كبير ديال الوداد البيضاوي ضد نهضة الزمامرة، لحقاش نحن نحترم نهضة الزمامرة وكل الاحترام لهذا النادي هذا، ولكن الطريقه اللي كتخسر بها الوداد البيضاوي، الطريقه ديال اللعب ديال الوداد البيضاوي في المقابلات الاخيره، يعني لا خطه، لا هجمه، يعني مسطره ومصوبه، لا مرتدات، لا وقفه، لا احترام بين اللاعبين. كاين واحد الفوضى عارمه لهذا النادي، غادي نهضروا عليه يمكن في اخر هذه الحلقه هذه. المهم انتصار ديال نهضه الزمامره اللي بعثرت الاوراق في مؤخره الترتيب. اتحاد التوارقه مع الفتح الرباطي اللي انهزمت اتحاد التوارقه بجوج اصابات لصفر، وكتأزم الوضعيه ديالها في اخر الترتيب. الرجاء البيضاوي اللي انتصر ورجع النشوه ديال الانتصار امام نادي اللي قوي، نادي اللي عنده المكانه ديالو في هذا الموسم هذا، وعنده كيمشي بخطى ثابته اللي هو الدفاع الحسني الجديد. المقابله ما كانتش سهله، كانت صعيبه على الطرفين، واستطاع الرجاء البيضاوي باش يدي 3 نقاط ضد الدفاع الحسني الجديد. اتحاد طنجة والجيش الملكي، مقابلة اللي كانت جميلة جميلة جدا. جماهير كانت ممتازة، التيران كان ممتلئ عن آخره. الجيش الملكي اللي كان عليها واحد الضغط والضغط كبير، ومع العودة ديال بن شيخة شفنا الروح تقريبا نفس اللاعبين، نفس اللاعبين اللي كانوا قبل، نفس اللاعبين اللي بداو الموسم. ماذا وقع لهذا الفريق هنا؟ كان وقفوا يعني وقفة احترام، وقفة إجلال الناس اللي فكروا باش يجيبوا مدرب في هذه اللحظة هذه اللي سميتو عبد الحق بن شيخة باش يقود هذا الفريق. يعني ما غاديش يكون علمهم كيفاش يلعبوا، ما غاديش يكون يعني اعطاهم يعني اكثر اللي داكشي اللي عندهم، ولكن كاين ديك ليك مونطال، كاين داك الاحتواء ديال المستودع ديال الملابس، كاين داك لو ميساج اللي كيخرج من القلب وكيوصل للقلب اللاعبين اللي كيلعبوا. ما كاينش ان ستار وسط من مجموعه، ما كاينش نجم، ما كاينش نجوميه، كاين مجموعه كتلعب كامله. كاين يعني واحد الفريق اللي كيلعب كمجموعه، كيلعب ككتله. وشفنا الجرينتا ديالهم، وشفنا يعني المقابلات اللي دوزوا. اخر مقابله مع الجيش الملكي وما ادراك مع الجيش الملكي اللي مؤهل النهائي ديال الشامبيونز ليغ، اللي لولا الحظ كان يخرج منتصر في هذه المقابله هذه. ولكن
شابو للحارس ديال اتحاد طنجة، الوعد اللي تصدى الكرات اللي صراحة الكرات اللي صريحة، كرات اللي نورمالمون كتسجل في كثير من المقابلات، ولكن كان صد منيع للعديد من الفرص، وانتهت المقابلة بصفر لمثل. حسنة أكادير انتصرت على أولمبيك أسفي ب2-1. أولمبيك أسفي اللي كانت يعني هي السباقة للتسجيل، ما عرفتش شنو وقع لأولمبيك أسفي. هنا كيبان لنا التغيير ديال المدرب، حيدنا زكريا عبوب، جبنا مدرب اخر، احنا نفس القضيه، نفس الخساره ونفس هذا. لما لا نحتفظوا ونطريتوا شويه، واخا يكون مشكل شخصي كنظن كان مع زكريا عبوب، وكان يبقى عارف الفرقه وعارف العقليه المغربيه، كنظن كان يخرج من هذه الازمه هذه. نتمنوا فريق اللي صراحه لعب الكاف، كان في مستوى كبير، عنده فريق ولا نادي اللاعبين اللي كيخرجوا الكره يعني بواحد السلاسه من الدفاع للوسط الهجوم، عنده وسط ميدان اللي مزيان، عنده هجوم اللي مزيان. اشنو واقع لهم في البطوله؟ يعني خساره مورا خساره، يعني صراحه هذا علامه استفهام. اتحاد يعقوب منصور كيجيب واحد التعادل مع نهضه بركان اللي علامه استفهام على هذا النادي هذا، اللي صراحه يا اما كيربح بصعوبه، كيتغلب على الخصوم بصعوبه، او كيتعادل يعني بصعوبه. المشكل فين كاين؟ يعني اللاعبين اللي مشاو ما تعوضوش، اللاعبين اللي مبليسين ما تعوضوش. علامه استفهام على نهضه بركان اللي عودنا في السنوات الاخيره انه كيكون دائما الحصان الاسود بالنسبه للمقدمه ديال الترتيب. كوكب مراكشي اللي ظاهره هذا الموسم، اضافه على النادي الكناسي، تغلب على اولمبيك تشيرا باصابتين لواحده. ولكن اللي شاهد هذه المقابله هذه غادي يبان لي بان اولمبيك تشيرا فريق اللي صراحه مظلوم، فريق اللي ماشي مظلوم تحكيميا ولا مظلوم بان ما كاينش عنده لا شونس. كيلعب واحد الكره اللي جميله، يعني كيوصل المرمى الخصم كذا مره، عنده فرص سانحه للتسجيل، ولكن ما كيحالفوش الحظ وكيخسر في مقابله ديالو. المقابله ديال الكوكب المراكشي بصعوبه، باش الكوكب المراكشي تغلبت بجوج اصابات لواحده، وكان نورمالمون الفرص السانحه للتسجيل كانت اكثر بالنسبه للاولمبيك تشيرا. غادي نديروا واحد الدوره على الترتيب ديال هاد الدوره هذه. يعني في المغرب فاسي 38 نقطه، الجيش الملكي ب 36 نقطه مناصفه مع الرجاء البيضاوي، الوداد البيضاوي 31 مع نهضه بركان، الدفاع الحسني 27 مع النادي المكناسي، الفتح الرباطي 24 نقطه، كوكب مراكشي 23 نقطه، نهضه اتلتيك الزمامره 19 نقطه، اتحاد طنجه 18، اولمبيك تشيرا 16، حسنية أكادير 19 نقطة، اتحاد توارقة 13 نقطة، أولمبيك أسفي 12 نقطة، اتحاد يعقوب منصور 12 نقطة. نعود للوداد البيضاوي. الوداد البيضاوي على حسب ما وصلنا كاين اجتماع ديال المكتب المديري باش يقدم الاستقالة ديالو يعني كاملة. كنظن بان هذا القرار هذا جاء جد متاخر. الوداد كنهضروا عليها، راه الوداد يعني راه في المركز الرابع ب 31 نقطه، في فارق 7 نقاط على المتقدم على المغرب فاسي. ها هو اللي مأسوف عليه، واللي تساؤلات اللي كيوضعوها الجماهير والمحبين والعاشقين ديال نادي الوداد البيضاوي. الموسم اللي داز بالطريقه التدبيريه ديالو كارثي، 6 مقابلات الاخرين جاو فيهم 2 نقاط، 2 ديال التعادلات، 4 ديال الهزائم. طريقه ديال اللاعب اللي ما كتعطيش واحد الاطمئنان، فوضى يعني بين اللاعبين، وما يعني ما وصل لنا ان كاين واحد الميز وكاين واحد يعني التفريق بين اللاعبين. كاين معامله ديال واحد المجموعه ديال اللاعبين اللي كتكون بطريقه اللي هي 5 ايطوال نخل بين قوسين، وكاين معامله ديال مجموعه ديال اللاعبين اخرين يعني اللي عندهم معامله هما اقل من هذوك ديال 5 نجوم. هنا فين كدير المشاكل في الفريق، وفين كدير يعني واحد الميز، واحد الفرق، واحد يعني التفرقه بين اللاعبين. راه الوداد البيضاوي عادي، نادي الوداد اي نادي خصو يتعامل يعني باحترافيه في العقليه، يعني اللاعبين كاملين اللي معك واللي موقعين معك العقد كلهم سواسيه، سواء اللي كيلعب يعني التيتولار او اللي كيبقى رومبلاسون، حقاش هذاك لو رومبلاسون كتحتاجو يعني كذا مره، ويقدروا يوقعوا دي بليسير وتعول عليه
في العام كامل ويعطي ويبلي البلاء الحسن. لهذا يعني الوداد البيضاوي خاصها تخرج من هذه الازمه يعني اكثر باسرع وقت. حنا دابا المشكل ديالنا في الفرق ديالنا وفي الانديه ديالنا، وسيرتو في الانديه الكبرى اللي ملفه كدير البطولات وملفه كدير الارقام، دائما يعني نتسرع النجاح، دائما نتسرع النجاح. بحال هذه المرحله هذه ديال نادي الوداد البيضاوي، نورمالمون غادي يجلسوا المكتب الجديد مثلا اللي غادي يقدر يمشي مع الفريق ما تبقى من الدورات. كنظن ان يعني الروتور كامل غادي يبقاو يعني بهذا الشكل هذا. ما غنظنش غادي يخسروا المقابلات كاملين، ونحيدوا من بالنا اننا ننافسوا على اللقب مثلا، واخا 7 النقاط، ولكن البيت خاصو شي حاجه، خاصو ترميمات. خين بحال كتدخل شي بيت بغيتي تسكن فيه، ولكن هذاك البوله ما كايناش، هذاك السقف راشي غادي يطيح، هذيك ممكن كتدخل قبل ما كتسكن كدير واحد الترميمات، كتصلح هنا وكتصلح هنا وهنا. الاصلاح اللي كاين هو خص اللمه ديال هاد المجموعه اللاعبين. ما عندك ما دير، هذوك هما اللاعبين اللي عندك دابا حاليا، خصك تعرف كيفاش تجمع هذوك اللاعبين. هذوك اللاعبين خصهم مدرب. كنظن ان بن شريفه لا تعطاتو مع الطاقم ديالو، تعطاه الصلاحيه باش لا كارت بلونش باش يكون هو الرقم واحد وهو اللي كيتحكم في الفيستير. راه كنظن راه غادي يدير الخدمه ديالو بلا ما نوضح اكثر، لحقاش كاين لاعبين اللي صراحه يعني مفشين على الفريق ديال النادي البيضاوي. وحنا في الاحتراف تكون سميتك زايد ولا تكون سميتك عمر، انك راك داخل واحد النادي اللي عنده تاريخ، وهذا هو البروفيسيوناليزم. يعني انت لاعب كسائر اللاعبين، ما يمكنش نعطوك مميزات ماديه وداك الشيء اللي كنتي كدير تستحقها، بقاش عندك الكونطرا مع الفريق، ولكن مميزات في اللاعب، دقائق اللاعب، مميزات ما نسافرش مع النادي، مميزات ما ندربش يعني الحصص كاملين مع اللاعبين. هادو حوايج اللي نورمالمون كيداروا في الهوة تما في الفرق المحترفه. كنظن خصها تكون بعيده على هذا الشيء. كدوينا على اللمه، دوينا على الرئيس اللي صراحه مسلطوا شي واحد على نادي الوداد البيضاوي وجا سبيسيالمون باش يشتت هذا الفريق. هذا ها هو وصل ليه، لحقاش دابا راه حنا وصلنا يعني تقريبا واحد 50-70% ديال التشتيت ديال النادي اللي دخل اموال كبيره من كاس العالم للانديه، دخل اموال كبيره من المستثمرين اللي جاوا عاونوا النادي. ولكن فجاه كنشوفوا بان تخلص من مجموعه ديال اللاعبين اللي كانوا في مستوى كبير وقدموا مردود جيد، واستبشر الجمهور والعشاق ديال النادي خير بالنسبه للاعبين اللي كانوا في اول يعني الموسم. الا اننا كنشوفوا البيع والشراء فيهم، بيع هذا، بيع اطلق هذا، جيب هذا، اطلق هذا، جيب هذا، توصلنا للاعبين اللي عجز، يا اللاعبين اللي سالات الصلاحيه ديالهم جاو الوداد البيضاوي وفارضين نفسهم كيلعبوا على المدربين اللي دازوا كاملين، كيكونوا مضطرين باش يلعبوهم كاملين ومجموعين. وشفنا النتيجه ان كاين لاعبين اللي صراحه ما شفناهمش. ولاد يعني ما غاديش نقول ولاد البطوله، ما نقولش ولاد الوداد، لحقاش الوداد ولا غيرها من الفرق يعني البيضاويه ما بقاش كتفرق لنا لاعبين. ما بقيناش كنشوفوا ولاد المدرسه، ما بقيناش كنشوفوا ولاد الرجاء، ولاد الوداد، ما كاينش ولا اللاعبين ديال البطوله اللي مرحب بهم تماما كسائر اللاعبين يعني، ومهمشين، لاعبين اللي في جوده عاليه ومهمشين. لهذا كنتمنى الوداد يعني يدير واحد الاستفاقه، لما لا 3 النقاط 4 غادي يتفصلوا على مقدمه الترتيب، غادي يدير واحد الصحوه وغادي تولي عندنا بطوله اللي شاعله في مقدمه الترتيب. نهضه بركان كذلك واحد انتصار ولا جوج غتولي تبان لك قريبه المغرب فاسي والرجاء والجيش، وغادي تشعل البطوله من جديد. لهذا يعني مقابلات اللي بقاو دابا كيتلعبوا في وسط الاسبوع وفي اخر الاسبوع، هنا اللياقه البدنيه هي اللي غادي تكون يعني اللي غادي تكون الحاسم، واللي غادي تكون العمله الصعبه بالنسبه للانديه كاملين. واللي عنده بنك البدلاء يعني في مستوى كبير هو اللي غادي يقدر يكمل البطوله بالنسبه له، لحقاش حنا اون با لابيتود باش كنلعبوا وسط الاسبوع وكنلعبوا في نهايه الاسبوع مسترسل. هذاك الشيء يعني دابا مضطرين باش نلعبوا هذه المساله هذه، لحقاش متبوعين بكاس العالم كما سبق واشر. لهذا يعني اللياقه البدنيه غادي يكون عندها
الوزن ديالها، اللي كان عنده استعداد جيد اول الموسم، واللي عنده بريباراتور فيزيك او لا لي بريباراتور فيزيك مزيانين غادي يكون في مستوى، واللي عنده بنك البدلاء يعني الفريق او لا النادي ما كيتمشاش ب 11 12 13 13 لاعبين. عندنا فرق ولا عندنا انديه اللي كنشوفوا عندهم 13 لاعب 14، بحال مثلا الجيش المقابلات الاخيره كيدور ب 11 12 13 لاعب اللي كيدور بها. لقى مشكله ملي كيدير لي شونجمون دائما كيلقى صعوبه باش كنشوفوا بداك المستوى اللي المزيان. المغرب فسي كذلك عنده نفس اللاعبين اللي كيدور بهم البطوله كامله، بنك البدلاء اللي ما غاديش يكونوا بنفس الجوده ديال اللاعبين الاخرين. يعني كنظن غادي يلقاو صعوبه باش يجيريو باش يكملوا العام ديالهم بمستوى يعني كبير، او لا في التوهج ديالهم مقدمه الترتيب. لهذا البطوله ديالنا بطوله الحمد لله غادا مزيانه، كنشوفوا لي تيران مزيانين، يعني كنشوفوا مقابلات اللي كبيره وكبيره جدا. يعني شفنا النادي مكناسي مع المغرب فاسي، شفنا الاتحاد طنجه مع الجيش، شفنا نهضه الزمامره مع الوداد، شفنا الفتح مع اتحاد الورقه، شفنا يعني المقابلات كاملين كانوا شاعلين وكانوا حارقين. واخا شفنا الكوكب مع اولمبيك تشيرا اللي هذا شفنا اللي انتهى بجوج الاصابات اللي صفر. واحد مستوى كبير، كره كتلعب ما كاينش داك جايه راجعه، كره كتلعب من لي زيكستريميتي، كره كتلعب يعني من الخلف، كره كتلعب كتمشي في الوسط، كاين هذوك لي ترانزيسيون من لا ديفونس لاتاك، كاين داك لي شونجمون دو ريتم. هنا صراحه مستوى ديال هذا العام هذا مستوى اللي جد طيب وجد مقبول. كان معكم رشيد كرام من قناه روبي فوت. نتمناو نتلاقاو في موعد اخر ان شاء الله. يمكن ابارتير ديال دوما غادي تبداو مقابلات اخرين ان شاء الله ديال الدوره 19، ولنا معكم لقاء باذن الله. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.